السلام عليكم. إسرائيل التي اعتادت على الأكاذيب وتزييف الحقائق. إسرائيل طلعت بكذبة جديدة قدام محكمة العدل الدولية، بتقول إن مصر هي اللي بتعرقل جهود إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. طبعا كل العالم يعرف التاريخ الكبير لإسرائيل في الأكاذيب وتزييف الحقائق. طلع رد عليها الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، وفند هذه الاتهامات في عدة نقاط. قال إن كل المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة، وخصوصا الوقود، لأن ده جزء من الحرب اللي بتشنها دولتهم على القطاع على حد وصفهم. بعد كل هذه التصريحات واللي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة. من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط قطاع غزة بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي قبل السماح لها بدخول قطاع غزة. إن مصر قد أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية بدءا من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية بأن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها. العديد من كبار مسؤولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة قد زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لقطاع غزة نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع. إن المفاوضات التي جرت حول الهدن الإنسانية التي استمرت الأسبوع في قطاع غزة، وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة طرفا فيها، قد شهدت تعنتا شديدا من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع باعتبارها المسيطرة عليه عسكريا، وهو ما أسفر في النهاية عن دخول الكميات التي أعلن عنها في حينها. في عديد من النقاط فندها كمان الدكتور ضياء رشوان في رد على هذه الأكاذيب الإسرائيلية المعتادة في ظل العدوان وظل الجرائم اللي بترتكب في حق الأشقاء في قطاع غزة. طبعا ليس جديدا على إسرائيل هذه الأكاذيب، فيعني المجرم اللي يرتكب كل هذه الفظائع في حق المدنيين وأغلبهم كان من الأطفال، يعني مش غريب عليه أنه بيكذب لدولة بنيت على الدماء وقامت على العصابات، هي عبارة عن عصابات، ليس بعيدا عنها أن تكذب من جديد.